وين النفاق يجي في الحي يا حكومة وين النفاق يجي في الحي يا حكومة. الناشط الجمعوي التنمية بورزازات تيحضر وكيساند هذا الوقفة تعبيرا على الاستياء ديالنا بطبيعة الحال الحادث اللي وقع يوم 4 بطبيعة الحال شتنبير الثلاثاء الأسود اللي حنا كنسميوه، ومات في واحد 43 وأكثر من الضحايا ذكورا وإناثا من المواطنين المغاربة من الجهة ديال الضرعة بالخصوص. وكنعتقدوا بلي انه هذا الحادث مسؤول عليه الدولة بواحد الشكل كبير، لأنه هو نتيجة ديال التهميش اللي عانت منه المنطقة بصفة عامة نتيجة السياسات العمومية المتعاقبة واللي كتغيب المنطقة ديالنا في الأجندة ديالها. تكريس السياسات المغرب النافعه المغرب الغير نافع ديال المناطق الجنوب الشرقي ولدنا الصدغانيني وهو يتحكر. نعم للكرامه، نعم للحريه الانسان ديال الجنوب الشرقي. كما تعرفوا ان القبائل الجنوب الشرقي تكن عداء تاما للمخزن العربي القومجي البغيض التي مشن يساسغن مره اخرى غير كنت هذا الصدغ باش هذا سنين لا غادي جبنا غنتيشكا باش هادو السكنه النفقه اللي كتبدا نيرومين وزاد تكمل لي سول يعني البلان نسيق سول العماله وزاد لي غير باش تكمل البلان دغاتين بدات كاين موقفنا كمناضلين للحركه الثقافيه الامازيغيه ناد الشعب المغربي ناد الشعب الامازيغي ناد الساكنه الجنوب الشرقي باش هذا سنين المخزن عاد لا يبدا عاد لا من كنا ما يتيميدر اما يتيغزا اما يتوزواد. هذا عيب هذا عار والزلزال في خطر. هذا عيب هذا عار والزلزال في خطر. صح القول بان الكل هنا يتواجد ماشي غير على الاكسيدون اللي وقعت مؤخرا الحادثه اللي حنا كنهضروا معها اكيد، ولكن على فك العزله على هذه المنطقه كلها، لان ماشي غير تيزيد تشكل فيها مشكل تيزين باشك وكذلك الطريق الرشيديه الطريق الى زاكوره كل الطرق كل المسالك عندنا فيها مشاكل. البنيه التحتيه ما كايناش اي مجهزه، وكذلك بنا نرفعوا واحد شويه ديال نصحوا شويه المفاهيم والمغلوطات، لان بعض المغلوطات بان اقليم الحوز فاجعه الحوز بقدر ما هي فاجعه تشكا مشى ضحايا ديالها مجموعه من الساكنه مجموعه من الناس مساكن ماشي هذه الحادثه بوحدها، ولكن حوادث كانت قبل تشكا عرفت دماء ديال ضحايا كثر. البنيه التحتيه وكنصحوا المغلوطات الدعايات اللي تعطات وحتى الاعلانات اللي تعلن عليها حتى التصريحات اللي تعطات كانت مغلوطه، لان لا مجال للسرعه في طريق تيشكا. لن يختلف احد المارين ولا الناس اللي كتمر بتيشكا، لا مجال للسرعه في تيشكا. ما يقدرش يحد يقول السرعه ماشي السرعه اللي دارت هذاك الحادثه بقدر ما هي البنيه التحتيه. ونعلن للراي العام المحلي الجهوي والوطني ما يلي استنكارنا للتصريحات الغير المسؤولة لوزير التجهيز ومطالبتنا باستقالته، استنكارنا لاستخفاف الحكومة والإعلام الرسمي لحادثة الثلاثاء الأسود وغياب الإعلان عن الحداد الوطني على أرواح الضحايا. مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المسؤولين عن حادثة تيشكا وعدم إفلاتهم من العقاب. المرضى ما كتوصلش في وقتها، يعني الفترات ديال الشتاء كاين يعني مثلا توقفات وماتوا الناس بسبب الجليد تمايا. يعني بالتالي هذا النفق هذا هو مصيده حقيقيه لاقتناص حياه الانسان ديال الجنوب الشرقي. بالتالي حنا من هنايا كنطالبوا ومن قلب هذه الوقفه هذه التضامنيه مع الضحايا ديال يعني الثلاثاء الاسود انه يعني المسؤولين يديرون على الاجنده الحقيقيه ديال يعني البلاد في اطار السياسات العموميه، وان هذا النفق هذا ياخذ الطابع الاستعجالي النفق ديال تيشكا الطابع الاستعجالي ديالو من اجل انه يتحقق بما يعنيه ذلك من التنميه الحقيقيه اللي ممكن يحققها هذا النفق هذا. انواعها عزله في الاعلام، فلا زالت الكثير من مناطقنا في ورزازان وزاكوره وتنغير والرشيديه وغيرها لا تغطيها الاذاعات العموميه والخاصه. عزله في وسائل الاتصال، فلا زالت الكثير من مناطقنا لا تغطيها شبكات الهاتف المحمول. عزله في المجال الجوي، فالرحلات الجويه معدوده على رؤوس الاصابع ان لم نقل شبه منعدمه.